السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تبدأ الفيديو بس لازم تخش تشترك في القناة صاحبي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات وأي فيديو جديد منزل. معنا الدكتور عبد الرحمن معيد قسم طب الحيوان هنا، وهيقول لنا رأيه عن كلية التمريض وعن كلية طب البيت. تفضل. السلام عليكم. بداية الدكتور عبد الرحمن أحمد معيد قسم طب الحيوان كلية البيطري. طبعا سعيد جدا برؤيتكم النهارده. كلية التمريض أولا يعني ما اعرفش أقول لك إيه، جندي مجهول موجود عندنا في المجتمع، احنا مش حاسين بيه. جندي مجهول بصراحة، يعني ما حسناش بدوره إلا خلال موت الكورونا السنة دي، ولكن هو من عمر الدنيا. احنا عارفين طبعا كلية التمريض كلية كبيزكس اوف ساينس، حاجة مهمة جدا. التمريض دول اميرجنسي رقم واحد بالنسبة لنا احنا. طالب تمريض عندنا بنبص له احنا هنا كطالب كليات عندنا في الكليات عندنا هنا اهو. طالب تمريض ده يعتبر اهم طالب تحت كلية الطب نفسها. الدكتور نفسه مش هيشتغل من غير ممرض، انت فاهمني؟ فهي القصة كلها هنا. الممرض ده هو المسعف بالنسبة لنا احنا. الممرض ده هو الفيرست ايد اللي بنستخدمه احنا. خلاص، ده طالب كلية تمريض. طب بيطري برضه؟ ممكن نسألك عن كلية طب البيت. طب بيطري طبعا انا من وجهة نظري استنى اقول لك عندي حيادية شويتين، انما القصة كلها هبص لكلية طب بيطري هبص له احسن طبعا، مش عشان الكارير بتاعي انا بس، انما طالب طب بيطري طبعا او الدكتور البيطري في المجتمع للاسف الشديد هو مهمش. للاسف الشديد طبعا هو مهمش، ولكن القصه كلها زي ما قلت لحضرتك ده برضه من الجنود المجهوله في المجتمع المصري، خاصه في الوطن العربي، ولكن احنا مش حاسين بدور. نكتبينا كده بس صغيره، عايز اقول لك ان معظم الامراض اللي بتتنقل للبشر بتبقى من اصل حيواني، فلذلك انا لازم يبقى عندي دكتور بيطري شاطر، لازم يشخص لي الامراض دي اول باول، يقول ان ده مثلا زونوتيك بيعدي مثلا سلسله امراض كبيره جدا مشتركه، اللي هيحميني منها في المقام الاول هو مين؟ هو الدكتور البيطري. بس لازم يبقى في كوبريشن او تعاون ما بين الاثنين، سواء كان طب بشري، بيطري، تمريض، صيدله، اسنان، لازم يبقى في كوبريشن بين ده كله. بس احنا لازم نتحرك كلحمه واحده في المجتمع، يعني ربنا يستر. شكرا لحضرتك يا دكتور، يعني ونشكر الدكتور عبد الرحمن عن شرفنا برأيه عن كلية التمريض وعن كلية طب البيت.